اذا بتستخدمي ريتينول والريتينال سيرم كده هيضرك مش هينفعك. بنات كتير جدا لما بدأت تهتم ببشرتها وسمعت ان الريتينول والريتينال هو اكتر حاجه مثبته علميا من استخدام السيرم الهوم كير او السكين كير في البيت اللي بيجيب نتائج كويسه، وبدأت تستخدمه. وبعد كده بدأوا كلهم يشتكوا ان بشرتها جفت جدا، وان بدأ يحصل لها تحسس واحمرار، وبدأت تقشر، وفي ناس كمان وصلت لمرحله الاكزيما. تعالي اقول لك ايه الغلطه اللي انت بتعمليها لما بتيجي تستخدمي سيرم الريتينول او الريتينال. زي ما احنا عارفين وسمعنا ان من اهم الخطوات في طريقه عنايتك ببشرتك وروتينك هو استخدام الريتينول. والريتينول هو ماده مجدده للخلايا، يعني بتشيل الخلايا القديمه اللي بدات تشيخ وتبقى شكلها مش حلو وتجدد وتطلع خلايا جديده، فبالتالي هو اريتيبل، يعني سيرم مهيج للبشره. فلازم يكون له طريقه صحيحه ومثبته طبيا وعلميا عشان ما يعملش السايد افكت دي. هتعملي سيف للفيديو ده عشان لما تيجي تستخدمي الريتينول تعرفي الطريقه الصحيحه لاستخدامه، وهي التكنيك اللي اسمه ساندويتش تكنيك. يعني ايه ساندويتش تكنيك؟ يعني شاطر ومشطور وبينهم حاجه. هنحط حاجتين بتوين الريتينول. هنعمل ايه؟ هنحط الاول سيرم هيالورونيك اسيد، او نرطب البشره بسيرم مرطب خفيف، واسلم حاجه هو الهيالورونيك اسيد. وبعدين هحط دايركتلي عليه على طول سيرم الريتينول بتاعي او اللوشن او الكريم او اي حاجه بتحتوي على الريتينول، وبعدهم هحط الكريم المرطب اللي انا بحطه يوميا. وبالطريقه دي هتبقي استخدمتي الريتينول باسلم طريقه لاستخدامه، وحتى لو استخدمتيه ديلي يوميا بالليل عمره ما هيعمل لك اي التهاب ولا احمرار ولا جفاف للبشره، وهتستفيدي منه اعلى استفاده.